هل عمرك اتعرضت لموقف كنت مجبر فيه انك تعمل حاجه وانت مش عايز تعملها؟ هل ممكن تكون بتسأل اسئله شخصيه وانت مش عايز تجاوب عليها؟ طب هل ممكن تكون بتتجنب انك تنزل اماكن بس عشان بيطلب منك حاجات وانت مش عايز تعملها؟ كلمه لا دي مهاره مكتسبه. فعايز اقول لك كده على شويه حيل الناس لما بتيجي تطلب منك حاجه بتعملها، فبتضطر انك تعمل الحاجه دي. اول حاجه التوريطه. في ناس للاسف بتورطك، بتقول لك انا مش عارف اعمل الحاجه دي، فتلاقي مثلا حد من صحابك يقول لك مش عارف احل الشيت ده، تعالى ساعدني، فتساعده اول مره وتاني مره، بس بعد كده بتلاقي نفسك ان انت عمال تحله له كل مره. وتاني حيله بقى، تيجي تلاقي ناس تقول لك انت برنس في الحاجه دي وانت محدش زيك في الحاجه دي. انا عايز اقول لك ان الكلام الحلو برضه بيترد عليه بكلام حلو، فما تخليش حد لما يجي يقول لك كلام حلو يورطك انك تعمل الحاجه دي وانت مش عايز تعملها. تالت حيله بقى، تلاقي في ناس بتحطك قدام الامر الواقع. تلاقي مثلا حد جاي يقول لك معلش اصل نسيت اعمل الحاجه دي، هو كل مره بينسى يعملها، هو كده بيحملك مسؤوليه اخطائه. الحيله بقى الرابعه دي حيله خبيثه شويه، سيب وانا سيب. تلاقيه جاي لك بكل الاعذار اللي عندك، تلاقيه جاي يقول لك بصعبانيه معلش انا عارف انك مشغول ومش فاضي، بس معلش ممكن تاخد تعمل الحاجه دي بسرعه. انت محتاج تكون بتعرف تقول لا للناس عشان تكون صاحب قرار في حياتك، ومش اي حد يقول لك حاجه تعملها. انت المفروض بتكون بتحترم نفسك وقدراتك اكتر من الناس. لما قدراتك البدنيه او النفسيه ما تبقاش قادره انها تعمل الحاجه دي، اعتذر عنها واوعى تكذب، لانك ممكن تكون بتحل مشكله بس بتسبب لنفسك مشكله تانية. اخر حاجه، خد خطوات صغيره، قول لا في حاجات بسيطه، ومع الوقت هتلاقي نفسك بتعتذر عن حاجات انت مش قادر فعلا تعملها.